السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معنا في قناة شيبة يومية بسيطة. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وفي صحة جيدة إن شاء الله. اليوم كيف ما كتشوفوا معايا غادي نحضر معكم كوكيز اللي كيجي رائع واحد المذاق كيجي فيه مميز بمكونات اللي هي بسيطة وصحي وكيعجب الوليدات بزاف وحتى حنا الكبار تيعجبنا صراحة، وساهل في التحضير يعني ما تياخذش منا وقت كتير وكيجي هائل يعني شكر راسو. بقاو معايا باش تشوفوا المقادير وطريقة التحضير. بالنسبه للمقادير غادي نحتاجوا لواحد ساشي ديال سكر فاني وساشي ديال الخميره الكيميائيه من فئه 7 غرام، واحد البيضه بدرجه حراره المطبخ تكون كبيره. غادي نحتاج لواحد المعلقه كبيره ديال الزيت. غادي نحتاج هنا 90 غرام ديال السكر الاسمر. غادي نحتاج 100 غرام ديال الشوفان. غادي نحتاج 125 غرام ديال الزبده بدرجه حراره المطبخ. وغادي نحتاج 200 غرام ديال الدقيق. غادي نحتاج لهاد بيبي شوكولا. وغادي نحتاجو هاد ديال الشكلاط اللي تيبغيوهم الوليدات. انا غندير في شي وحدين بهم حيت ولادي تيعجبوهم باش ياكلوهم. ممكن تكتفيو غير بحبيبات شكلاط اولا تقطعوا اللي كيكون عندكم هكا الشكلاط اللي كيكون غيش بالشوكولا. ممكن تقطعوا هكا طريفات صغار حتى هو كيجي رائع بلا ما تستعملوا هاد لي بيبي شوكولا. صافي هنا ضفت الزبده وضفت السكر فاني وضفت واحد رشيشه ديال الملحه اللي هي ضروريه. صافي غادي نخلطو باش نحاولوا هاد الزبده تنسجم لينا مع السكر فاني. غادي نزيد داك السكر الاسمر وغادي نضربوا هاد المكونات مزيان حتى كينسجموا لينا مع بعضياتهم. اللي ما توفرش عنده السكر الاسمر يعني يستعمل غير السكر العادي ديالنا سنيده العاديه. هذا تيعطي واحد اللذه الكوكيز وتتبقى ديك القرمشه ديالو في الكوكيز كيجي هائل احسن من الاخر بزاف، ولكن حتى الاخر تيعطينا داك اللون المذهب في الكوكيز. صافي دابا غنخدم هاد المكونات مزيان. ممكن تستعملوا غير الضرب اليدوي. غادي نضيف ديك المعلقه ديال الزيت وغادي نضيف البيض. صافي غنطرب عاوتاني هاد المكونات حتى كينسجموا لينا مزيان مع بعضياتهم. عاد باش غادي نضيفو الشوفان يعني ساهل وتيوجد في واحد الوقت اللي هو واجز وكيجي رائع وكان كيبغيوه الوليدات يعني احسن من اللي تنشريو بزاف. هذا جربوه على حسابي راه كيجي فيه واحد المذاق واحد اللذه واحد القرمشه ما نقولش لكم كيجي غزال. انا صراحه حمقني. صافي من بعد ما ضفت الشوفان وضفت ديك الساشي ديال الخميره الكيميائيه كنضيفو ديك 200 غرام ديال الدقيق وكنخلطو مزيان. يعني كاع ما كتحتاجوش تعجنوه هكا بيديكم. صافي كنبقى هكا حتى كيدخل لينا داك الدقيق مع بعضي مع المكونات مزيان بحال هكا. صافي عاد باش كنبداو نزيدو دوك الحبيبات الشكلاط غنزيدو النص ديالهم مع العجين واللي بقى غادي نخليوه نزينو به. ممكن غير تضيفوا الكميه كامله مع العجين وما تضيفوش يعني من الفوق، ولكن ملي كتضيفوا من الفوق تيجي الشكل ديالهم زوين. يعني اللي ما فيها ما تزوق بتضيف الكميه كامله في العجين صافي وتشكلهم كويرات وتبسطهم بلا ما توضع هاد الحبيبات الشكلاط من الفوق. صافي هنا كنحاول غير كنوزع دوك الحبيبات ديال الشكلاط مع يعني في العجين كامل باش ما تجيش جهه فيها وجهه ما فيهاش. صافي وغادي ندوزو باش نشكلوهم كريات. الحجم غديروا اللي بغيتو. انا الكوكيز ما تيعجبنيش يجي صغير بزاف ولا كبير بزاف، كنديرو متوسط. كندير هذا الشكل هذا يعني كل واحده غدير الحجم اللي تيعجبها وكنبسطوها هكا مزيان لانه تيتنفخ وباش تيجي مقرمش وكيدخلوا الطياب وكيجي فيه ديك النكهه اللي لذيذه ديال الكوكيز. يعني ما تخليوش هاد الكريات غلاط.
هاد الكوكيز راه ما تيسيحش، يعني تيبقى بهاد الحجم ديالو، كيتنفخ غير واحد شويه لان فيه الخميره، يعني بداكشي باش كنبسطوه مزيان. اما باش كاين واحد، يعني كاينين بزاف ديال الطرق، يعني كاين اللي كيسيح هكا في اللاطا، ويعني وكتاخدو داك على حساب انه غيسيح، ولكن هذا راه تيبقى في نفس الحجم. يعني الحجم اللي غديري فيه دابا راه غير غادي تنفخ واحد شويه، يعني ما كيتزيدش في العرض. صافي هنا من بعد ما كملت، يعني باقا انا نشارك معكم غير هاد الكميه، وبقات لي نفس هاد الكميه يعني ضفتها في لاطه اخرى. يعني هاد المقادير تيعطيونا جوج لاطات بهذا الشكل، يعني هذا هو الكميه اللي تعطي. صافي هنا جبت دوك الحبيبات ديال الشكلاط كنزين بهم هكا من الفوق كيف ما قلت لكم اللي بقاو ليا، باش كيجي الشكل ديالهم رائع وكيجيو لذاذي. صافي هنا غادي نشعل الفران على 180 درجه، ومن الفوق ومن التحت يعني، وغندخلهم يطيبوا. انا عندي الفران ديال الكهرباء. دوك الحبيبات ملي كديرهم يعني حاولوا تضغطوا عليهم مزيان باش كيدخلوا في العجين، وفي نفس الوقت كيزيدوا يبسطوها، وباش ملي كيتنفخوا كيجي الشكل ديالهم زوين بحال الكوكيز اللي تنشريو. صافي هنا غنضيف حتى دوك الحبيبات الاخرين اللي وريتكم اللي كيعجبوا الوليدات، هذوك ما كاينش الوليدات اللي يعني دوك اللوينات هكا تياتيريوهم وتيخليوهم ياكلوا الحاجه. انا ولادي يعني فاش كيشوفوا هادو تياكلوا، وتيجي تا هو الشكل ديالهم زوين وكيجيو الصراحه غزالين. بالنسبه للطياب في الفران عطيوه وقته، يعني تيتحمر مزيان، وخليوه على نفس درجه الحراره 180. ملي كيتحمر مزيان عاد كنخرجوه من الفران صافي، كنحتفظوا به في شي علبه يعني خارج الثلاجه، راه كيبقى رائع. الا خلاوه شي الوليدات راه دغيا كيطيروه، لان هاد الطريقه كتجي رائعه صراحه. انا وليداتي ما خلاوهش نهائيا وهذا هو الشكل ديالو النهائي، راه كيجي زوين بزاف ولذيذ لذيذ لذيذ ما تشبعوش منه. والطريقه كيف ما كتشوفوا راه ساهله وبسيطه يعني، وما فيهاش كثره المكونات. وشكرا على المشاهده، الى اللقاء في فيديو قادم ان شاء الله. واللي ما مشتركش معايا في القناه يدير اشتراك ويفعل الجرس باش يوصلكم كل جديد. وبسلامه عليكم.